هلو أصدقاء كرتونيتا. فيلمنا بيبدأ مع أهل فيكتور اللي بيكونوا بيجهزوا لحفل جوازه من فيكتوريا، وبيكون أهل فيكتوريا عايزين الجوازة دي لأنهم قربوا على الإفلاس، عاوزين عيلة غنية ترفعه. فبتسأل فيكتوريا أهلها هيحصل إيه لو فيكتور معرفش يحبها بعد الجواز. فبترد عليها مامتها وتقول لها إن الحب مش شرط، وإن هي وباباها عمرهم ما حبوا بعض. وبعد كده بيوصل فيكتور وأهله جوه القصر، ولما بيدخل فيكتور بيشوف بيانو فبيقعد يعزف عليه. تسمعه فيكتوريا وهي في أوضتها وبتقوله ان عزفه جميل، فبيتوتر فيكتور جدا لما بيشوفها. فبتقوله فيكتوريا انها دايما بتحب العزف ولكن مامتها كانت بتمنعها. وبعدين بتدخل عليها مامتها وبتكون متعصبه عشان قاعدين لوحدهم. وبعدين بيجي القسيس عشان يدربهم على مراسم الجواز. وقتها فيكتور وهو ماسك الدبله بيتوتر وبيوقعها من ايده، وبتدخل تحت فستان مامة فيكتوريا. لما فيكتور بيحاول يجيبه الشمعه بتقع وبتولع في فستانها، فبيتدخل اللورد بوركس وبيطفيها. وقتها بيقرر القسيس انه يوقف مراسم الجواز لحد ما فيكتور يكون هادي شويه، يقول له انه يحاول يتدرب عليها قبل المراسم الحقيقيه. وبيخرج فيكتور بره القصر، وفي المدينه بيمشي واحد بيتكلم عن اللي حصل في فيكتور. بيفضل فيكتور يتمشى في الغابه لوحده وهو بيتدرب على مراسم الجواز وهو ماسك الدبله. وفي وقت ما هو بيتدرب بيحط الدبله بتاعته في جذع شجره طالع من الارض، وفجاه بيلاقي ان الجذع ده بيشده تحت الارض، وبيظهر ليه جثه واحده اسمها ايميلي لابسه فستان فرح وبتاخده معاها لعالم الارواح. بتقول لاهلها انهم اتجوزوا، وبيبقى واقف فيكتور بينهم مصدوم ومش فاهم اي حاجه. فبيفضل يسالهم هو فين وبيعمل ايه هنا. فبيبدا يحكي ليهم واحد من الارواح ان ايميلي زمان كانت بتحب واحد وكانت عاوزه تتجوزه، ولكن اهلها ما كانوش موافقين على الجوازه دي. قررت انها تهرب معاه ويتجوزوا. اتفقت معاه انهم يتقابلوا في الغابه. فضلت ايميلي تستناه في الغابه لحد ما يوصل، ولما وصل اكتشف ان هو كان عاوز يسرقها. لما حاولت تهرب منه موتها ودفنها تحت الشجره. بعدين بنشوف في عالم الاحياء اللورد بيركس وهو داخل القصر، ومعاه واحد بيقول ليهم انه شاف فيكتور وهو واقف مع بنت في الغابه. فبينكر اهل فيكتور ان ابنهم يعرف اي بنت اصلا، بيكونوا عاوزين يدوروا عليه ويرجعوا له الفرح. بنشوف في عالم الارواح ايميلي وهي بتدور على فيكتور اللي بيكون بيحاول يهرب من العالم ده لكن مش بيعرف. فبيطلب منها فيكتور ان عاوز يرجع لبيته، فبتقول له ان ده يبقى بيته دلوقتي، وبتقدم ليه هديه. وبتكون الهديه عباره عن الكلب بتاعه وهو صغير، وبيبقى مبسوط جدا انه شافه تاني. وبعدين بيقترح عليها فيكتور انهم يرجعوا سوا لعالم الاحياء عشان تتعرف على مامته وباباه. فبتقول له انهم يروحوا لعالم روحاني عجوز هو اللي هيحل مشكلتهم. هناك بيقول لهم العالم ان في تعويذه هي اللي هتقدر تحل المشكله دي، وبيبدا انه يقول التعويذه عليهم، وبيجيب بيض الطائر وبيفتحها وبيطلع منها دخان، وبكده يبقى التعويذه نجحت. وعشان يعرفوا يروحوا هناك لازم يقولوا كلمه معينه، وبالفعل بيعرفوا ينتقلوا لعالم الاحياء. وهناك بيقول فيكتور لايميلي انها تستناه في الغابه عقبال لما يروح يحكي لاهله الاول، وبيسيبها وبيروح فيكتور لبيت فيكتوريا، وبيطلع لها من البلكونه بتاعت اوضتها. وبتفرح فيكتوريا اول ما بتشوفه. بيقول لها فيكتور انه كان بيخاف جدا من الجواز التقليدي، لكن اول ما شافها وهو حبها انه عاوز يكمل بقيه حياته معاها. ولكن فجاه بتدخل عليهم ايميلي لما بتلاقيه واقف مع بنت تانية بتتضايق، وبتاخده معاها عالم الارواح تاني، وبتقول له انه كان بيستغلها عشان يروح يتجوز حبيبته. فبيحاول يفهمها فيكتور ان هو وهي ما ينفعش يتجوزوا لان هي ميته وهو لسه عايش. وبيقول لها انها فهمت غلط، وانه لما عرض الجواز عليها هو كان اصلا بيتدرب على مراسم الزواج من فيكتوريا. فبتزعل ايميلي من كلامه وبتسيبه وتمشي. وبعدين بتروح فيكتوريا لاهلها وبتحكي ليهم ان في جثه عروسه اخدت فيكتور، انه كان موجود في اوضتها وبيتكلم معاها، ولكن للاسف محدش بيصدقها وبيكونوا فاكرين انها بتخرف. تحبسها مامتها في الاوضه، لكن بتعرف فيكتوريا تهرب وبتروح للقسيس عشان تحكي له على اللي حصل، لكن هو كمان مش بيصدقها وبيروح يرجعها بيتها تاني. وبتاخدها مامتها وتحبسها في اوضتها، وبتخلي الخدم ياخدوا بالهم منها عشان ما تحاولش تهرب تاني. وبعدين بيدخل عليهم اللورد باركس وبيعرض عليهم انه عاوز يتجوز من فيكتوريا، وبيحكي ليهم ان اول مره كان جاي يتجوز فيها عروسته عملت حادثه بشعه وماتت من سنين، لكن بترفض فيكتوريا وبتقول انها مش بتحب. فبيحاولوا اهلها يقنعوها انها لازم تتجوزوا عشان تنقذهم من الافلاس. وبعدين بنشوف اهل فيكتور وهم بيدوروا عليه في المدينه، بيسمعوا ان في راجل بيقول ان فيكتور اتجوز من جثه واحده، ولكن في وقتهم هم ماشيين بالعربيه السواق بتاعهم بيقع وبيموت. وبنشوف فيكتور وهو رايح يصالح انها بتبقى قاعده زعلانه منه، وبيقعدوا هما الاتنين يعزفوا على البيانو سوا. فجأة بيضرب جرس شديد في المكان، ده معناه ان في روح جديدة وصلت، بتكون روح السواق بتاع فيكتور. وقتها بيسألوا فيكتور عن فيكتوريا، فبيقول له ان اهلها عاوزين يجوزوها من اللورد باركس. فبيزعل فيكتور وبيروح يقعد لوحده. بيسمع هناك العجوز وهو بيتكلم مع ايميلي، وبيقول لها ان ما ينفعش تتجوز من فيكتور، وان عشان جوازهم ده يتم لازم فيكتور يرجع عالم الاحياء ويشرب من السم ويموت، ووقتها ينفع يتجوزوا. فبتقول له ايميلي ان ما ينفعش تطلب منه طلب زي ده. بيدخل فيكتور عليهم وبيقول لها انه موافق يعمل كده، وبيحاول يفهمه العجوز ان ده قراره، ولو عمل كده مش هيقدر يرجع تاني لعالم البشر.
فبيوافق فيكتور وبيروح يعزم كل الارواح على حفل زفاف، بيقول لهم انهم هيعملوا الفرح في عالم الاحياء. بنشوف بعدين لورد بوركس وفيكتوريا هم بيجهزوا لمراسم الجواز، وفجأة بيدخل عليهم الارواح وبيخوفوا كل الموجودين. ووقتها بيقول لورد بوركس لفيكتوريا انها تجيب كل الثروه بتاعتهم ويلحقوا يهربوا من المكان. فبتقول له فيكتوريا انهم اصلا مفلسين، انها كانت هتتجوزوا عشان ينقذوا من الافلاس. بتسيبه فيكتوريا وبتخرج بره، وبتشوف ان كل الارواح رايحين على الكنيسه. ولما بتدخل بتلاقي ان فيكتور واقف بيتجوز من ايميلي، وقبل ما يشرب فيكتور من السم بتغير ايميلي رايها، لانها بتكون شايفه فيكتوريا وهي واقفه بعيد بتتفرج عليهم. فبتقول انها مش هتقدر تسرق حياه شخص زي ما حصل معاها زمان، وبتندى على فيكتوريا عشان تتجوز من فيكتور. ولكن قبل ما يتجوزوا بيدخل اللورد بوركس القاعه وبيشد فيكتوريا، يقول لهم انهم كانوا هيتجوزوا وبيحاول انه يموتها. ولكن في الوقت ده بتتعرف ايميلي عليه وبتقول ان هو ده الشخص اللي كان هيتجوزها بس ضحك عليها وموتها. فبيقف فيكتور قدامه وبيحاول يتحارب معاه، فبتتدخل ايميلي وبتحاول توقفه عند حد. بيستسلم باركس وبيقولوا انه هيشرب من الكاس على صحة ايميلي، ومش بيبقى عارف ان الكاس ده فيه سم، وبمجرد ما بيشربه بيموت وبيتحول لروح، وبيهجم عليه الارواح وبينتقموا منه من اللي عمله في ايميلي. وبعدين بنشوف فيكتور وفيكتوريا هم حاضنين بعض ومبسوطين، وبتبص عليهم ايميلي وبتسيبهم وتمشي. ولكن بيوقفها فيكتور، فبتدي ليه الخاتم وبتشكره انه عرف يوفي بوعده وحررها. وبعدين بتتحول روح ايميلي لفراشات تحت ضوء القمر. وكده يبقى فيلمنا خلص. سلام.